مساء الفل، عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهارده هتكلم معاكم فيه عن انواع الفيتامين اللي انا كنت باخدها لشعري. في منها انواع هتكون حاجات محدده للشعر، وفي منها حاجات هتكون مالتي فيتامين. فانا هقول لكم على اكتر الحاجات اللي انا استخدمتها عشان انا جربت انواع كتير قوي من دكاتره كتير قوي. فيلا خلينا في حاجات بتاثر على الشعر، المفروض ان انت بتعالجيها الاول، زي مثلا لو انت عندك انيميا او عملتي تحليل فيرتين وطلع مخزون الحديد عندك قليل، وده مش بناخد له مالتي فيتامين خالص او بناخد له حاجه ليها علاقه بالشعر، قد ما احنا لازم الاول بنصلح الحديد اللي نازل عندنا. فلو انت كل حاجه عندك تمام لكن عايزه حاجه تقوي الشعر اصلا، ده اللي انا هتكلم فيه، او ده اللي الدكاتره كانت بتعمله معايا بعد ما انا ظبطت مخزون الحديد بتاعي. الحديد المفروض بيتاخد 3 شهور، وبعد كده بتاخديه شهرين علشان تملي هو مخزون الحديد. انا بالنسبه لي كان مخزون الحديد عندي هو اللي فاضي، الحديد بتاعي كان كويس، فاخدت كورس كان اللي انا واخداه حديد كان اسمه فرافيرو، فاخدته شهرين بس وبعد كده ما كملتش. بالنسبه بقى للمالتي فيتامين اللي احنا ممكن ناخده، فانا جربت انواع كتيره قوي، منها نوع اسمه فيتا يامي. بصوا انا كل اللي انا هقوله لكم دلوقتي كويس، انتوا بس تشوفوا الانسب ليكم في السعر وهاتوا. اول حاجه اسمها فيتا يامي، وده فيه حديد برضو وفيتامينات ومعادن. فالعلبه دي حلوه قوي، وكان سعر الشريط فيها 22 جنيه ونص. المفروض ان دي اخر زياده حصلت، يعني هو دلوقتي سعره حاليا 22 ونص الشريط. العلبه فيها 3 شرايط، فيها شريطين او 3، ممكن اكون مخرجه منها واحد، يعني هي شريطين او 3. تمام. في نوع كمان كنت جربته واستمريت عليه شويه حلوين جدا، واكتر حاجه لاحظتها فيه كمان انه بيظبط الضوافر قوي، وهو ده. انا بس شايله اللزقه بتاعته، ده بيكون زي هو مش بيكون كبسولات، انا اساسا مخلصاه تقريبا، يعني كل العلبه انا واخداها. بيكون حاجه زي الكاندي كده بتتاكل، بتاخديها مره الصبح ومره بالليل. ده كان مفعوله زي ما بقول لكم حلو، وكان اكتر حاجه حاساها بتظبطها هي الضوافر، والبشره فيها نضاره شويه. ده من شركه انفينيتي، حلو قوي برده، ومفروض ان هو دايما بينزل عليه عروض 2، يعني واحد وعليه واحده هديه، 2 بسعر واحد بس. حاجه كمان بقى كنت باخدها، كانت الدكتور برضو قايله لي عليها، وهي البايوتين فورت. ده بقى مهمته الاولى والاخيره الشعر، وخصوصا سمك الشعرايه. يعني لو سمك الشعرايه نفسها عندك هو الرفيع، مش الشعر كله بيقع، البايوتين فورت ده هو انسب حاجه ليكي، لانه بيشتغل على انه يزود سمك الشعرايه. انا شعري كان جاله فتره وكان فيه فطريات، او اللي هي القراده اللي بتاكل في الشعر دي، فمن تحت شعري كان رفيع جدا وكان قاعد بيتقصف وبيفتح من بعضه. فده بصراحه كان كويس قوي. بعد ما عالجت القراده واستمريت عليه شويه، احنا مش بنحس نتيجه واو، ومش بنحس انه هو جاب مفعول، بس على الاقل الاضرار اللي احنا بنكون حاسينها في الشعر بتكون قلت. في حاجه كمان وهو الزنكترون. الزنكترون برضو لو اخدتوه هتلاقوا برضو في فرق في تساقط الشعر عندكم، ان هو بيقل. زي ما بقول لكم احنا بنلاحظش حاجه واو قوي، او بنلاحظ ان الدنيا ظبطت معانا، قد ما بنلاحظ ان الاضرار اللي كانت بتحصل بتقل. دي اكتر الحاجات اللي انا استخدمتها وحسيت بصراحه ان هي كويسه معايا. فانتوا ممكن تعملوا سيرش كده عنها وتقروا عنها اكتر، ولو حابين تجيبوها تعرفوا السعر المناسب ليكم وتجيبوها. وبكده يكون خلص فيديو النهارده، استنوني في فيديو جديد. باي باي.